ازيكم يا حبايبي المورفان عاملين ايه؟ ايه ده يا مورفان؟ احكي لنا ايه النهارده؟ لا حاجه كده فاخر من عدس يا حاجه كده فاخر من الاخر. عدس يا مورفان. احنا نفسنا فيه. قبل ما اتكلم ما تنسيش يا مورفان الموبايل. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان قناتك مبروك يا جماعه. كل بالبلد مع مورفان، كل جديد في جديد مع مورفان. كل سنه امه المسلمين كلها جميعا بخير وسعاده دايما ان شاء الله. بس اهم حاجه تصلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. عدس يا مورفان في رمضان. عدس في رمضان عادي يعني عدس. العيال والله زهقوا. انا عندي فراخ. احنا عندنا العدس يا جماعه بناكل منه كتير. الاكله الوحيده اللي روفان تستغنى عن اللحوم كلها بالنسبه لنا فراخ. فعشان ما اطولش عليكم لان انا لسه جاي من الدرس وهتاخر عن الاكل عشان نعمل العدس كده على السريع. نبدا نعمل معاكم عدس والله عادي. انا السنه اللي فاتت كلت عدس وفي اواخر رمضان وكلت ايه روفان ارفعي اهو. روفان بتصورني وبتذلني. انا مش قادره. كان عدس وكان فسيخ ورنجه كمان. عادي النفس يا جماعه والله احنا زهقنا من اللحوم والفراخ وعندنا حاجات كتير في الثلاجه. بس هقول لكم ايه. طب اكسري تاني يا روفان معلش. ازيكم يا حبايبي ام روفان عاملين ايه؟ ايه يا ام روفان اللي في ايدك ده؟ قبل ما اتكلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراكوا القناه عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلد مع ام روفان، كل جديد في جديد مع ام روفان. وروفان اللي بتصورني وهتذلني حاجه. اهم حاجه صلوا على النبي يا جماعه. وكل أمة المسلمين جميعا بخير وسعادة دائما. عدس يا مربان في رمضان. عدس في رمضان وانا بلوك معاكم كده. هحضر عشان خاطر ونتكلم عشان خاطر الوقت ازف يا جماعه. الساعه دلوقتي 4 ولازم اخلص العدس عشان الفطار. هنا طماطم وجزر يا جماعه. بالظبط كده. كلكم بتعرفوا بس النهارده قلت لنا الواحده اللي محتاره. وهنا بصل وثوم نسيت اوريكم. وبعد كده نعوم بقى الحاجات دي في ميه كده. بالظبط. يا جماعه نزود كمان ميه. بالظبط كده. نزود كمان ميه شويه. عدس يا جماعه في رمضان. عدس في رمضان ما تغربيش تعملي كده روح. عدس في رمضان. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ هو رمضان يعني لازم ناكل في اللحوم؟ عادي يا جماعه ده من البطن بتشبع. بس يا جماعه انا ليه عملت عدس؟ عشان العيال اللي طلبوا. لكن انا عندي والله فراخ في الثلاجه. انا كنت موريها لكم التفريزات بتاعته. فراخ ولحوم وفراخ بانيه وكل حاجه في الثلاجه. بس نعمل ايه؟ العيال عاوزين ياكلوا. انا هعمل ايه يعني؟ اقول لهم لا. اصل انا ولادي يا جماعه الاكل هنا عندنا اختياري مش اجباري. السنه اللي فاتت عملت عدس في يوم 16 رمضان كده. وبعد كده عملت باللحمه المفرومه. وبعد كده عملت فسيخ ورنجه. فعادي عدس يا جماعه. عملت ايه انت؟ مش بتشتري؟ استنى البطن بتشكر يا جماعه. والله البطن بتشكر. فده النبي خلاص العدس هيخلص. هوريكم. هو هنوريكم مبتدئ او لسه فجاه جوزها تعمل له طبق عدس كده في رمضان. زهق من الاكل تدخلي عند مروفان وتعرفي العدس ده بيتعمل ازاي. ابقوا معنا بقى. اول حاجه عملناها للعدس طبعا بغلي العدس اهو يا جماعه. اول حاجه عملنا الشعريه اهو ماشي. اطفي عليها وبعد كده هنعمل البصل. خليكم بس معايا واحده واحده. هنا عملنا الشعريه اهو. طبعا انا مستعجله فبقى اعذروني بقى. يا جماعه حطينا الشعريه اهو. عدس تحفه 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 ماشي. تعالى بقى اما نشوف هنعمل ايه تاني. وهنا البصل بنعمله اهو يا جماعه. بصلايه حلوه كده خرطناها. حطيت زيت وسمنه برده لحد ما تحمرها ونقوم ساقطينها مع الشعريه بالعدس. خليكم بقى وهنقول لكم هنعمل ايه تاني. البصل احمر اهو يا جماعه. نبدا نسقطه بقى في العدس. قصدي هنطشه. خلاص كده بقى العدس خلص اهو. حطينا البصل والعدس يفتح النفس. انا جعت والله. المغرب هيدن حالا يا جماعه. استنوني بقى نغرف في الطبل الاكل ونحطه على الطبليه اللي هي بالكل بالبلده مع ام روفان. ونشوف نهايه العدس وحاطين ايه مع العدس. حاجه كده فاخر من الاخر. اقسم بالله اللي هيدخل على الفيديو ده لا من غير ما احلف ما كانش يعمل عدس بعد ما يقفل معايا. مبقاش انا ام روفان. بحبكم. اللي وصل للفيديو لحد دلوقتي لحد مرحله العدس الاخيره لايكاتكم واشتراكاتكم عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كله بالبلدي مع ام روفان. كل جديد في جديد مع ام روفان. وتعالوا بقى ما نغرف بقى العدس مع بعض. بصوا يا جماعه البصله لما احمرت طشتها زي التوم كده. عشان يعني تقول لي انت حطيت البصل ازاي؟ بتطشيه زي التوم. اول ما البصله تحمر شويه كده تقومي طشها زي التوم. تعالوا بقى نشوف نهايه العدس بقى والغرف بتاعنا هيبقى عامل ازاي. والمفاجاه على الطبليه. استنوني. تعالي شوف احنا هنحط ايه تاني على الطبليه. وده بقى يا جماعه نهايه الفيديو. ده اكلنا النهارده فطارنا النهارده. ما تتريقوش علينا. عادي عدس. الواحد زي من اللحمه الفراخ والله عادي. عشان البطن بتشكر خلاص. العيال اصل انا عندي هنا الاكل بناء على طلب الجماهير. فهم اللي طلبوا الاكل ده. والبصل الاخضر. بصل اخضر يا ام روفان في رمضان. بصل اخضر وبصل عليه خل كمان عادي. فده نهايه بقى العدس ونهايه الفيديو. وفطرنا النهارده
بصوا اللي عاوز يقلدنا يقلدنا. فلو عجبكم فكره الفيديو النهارده والاكل بتاعنا النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بكم يا جماعه. كل كمان بلبل مع مرفان، كل جديد في جديد مع كل مرفان. جديد في جديد مع ام مرفان. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، بحبكم.